وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عظمة ورحمة، عظمة ورحمة. فسبحان الله، أنت من هو الله؟ الله هو الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه، وإذا أغلقت أبواب البشر في وجهك اتجهت إليه. الله تعالى أنيس القلوب المجروحة، وملاذ الأرواح المكروبة، وفرج الهموم المتلاطمة. هو رجاء كل خائف، وهو أمل كل مؤمن. الله تبارك وتعالى الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من أجل أن يسمع دعائك، يسمع استغفارك، يسمع تبتلك. الله تبارك وتعالى هو الكريم الذي إذا رفعت يديك إليه يستحي أن يردك خائفا. الله تبارك وتعالى هو الحليم. الله أكبر، كم يحلم الله علينا، كم ليلة نمنا ونحن منهمكون في المعاصي، ويرانا ويعلم بحالنا ولا تخفى عليه الخوافي. كلنا مكشوفون، قالها الله لنا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا هو الله جل جلاله. ومع ذلك يحلم علينا ولا يؤاخذنا بذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كم على وجه الأرض الآن من إنسان يدعي أن لله ولد، ومع ذلك لا يؤاخذهم ويحلم عليهم. كم على وجه الأرض من إنسان يشرك بالله. كم خرج من أبناء جلدتنا الآن من ينكر وجود الله، ومع ذلك الله حليم بخلقه ولا يؤاخذهم. ومجرد أن تتوب يتحرك قلبك فتتوب، يفرح بك أشد من فرحة ذلك الذي كاد أن يهلك في الصحراء ثم وجد دابته. فرحان فيك ليه؟ هل ستزيد في ملكه شيء؟ هل ستنفعه شيء؟ هل ستضره شيء؟ يا أخي، ملك السماوات جزء من ملكه، فيها ملائكة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله أو راكع. كل هؤلاء عبيده، فلا تظن أن عبادتك تنفعه. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. ومع ذلك مجرد ما أن تتوب يفرح، ثم يأمر الملائكة أن تبدل سيئاتك حسنات، ثم يرفع قدرك ويشرح صدرك ويحبك جل جلاله. هذا هو الله. إن سألت عن ستره فكم يسترنا ربنا. ما رأيكم لو أن ذنوبنا لها روائح؟ والله ما يطيق أحد يجلس معنا، لكنه يسترنا. وكلكم يعرف قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي خرج موسى ومعه 40,000 مقاتل، ذهبوا إلى القتال، فلما كانوا في أرض المعركة قل عنهم الماء، فقالوا: يا موسى ادعو الله أن يغيثنا. فوقف موسى يستسقي: يا رب أغثنا. فقال الله له: يا موسى إن في جيشك رجل يحاربني بالمعاصي من 40 سنة، وما دام هذا فيكم لن ينزل المطر، أخرجه وينزل المطر. قال: كيف أخرجه؟ كيف أجد بين هذه الآلاف؟ قال: أنت ناده ونحن سنقذف في قلبه أنه المقصود. لماذا؟ لأن الله يعرف، والله تعالى يعلم به، ولكن يريد الله أن يعلمنا ستره ورحمته. فيقوم موسى ينادي، فيعلم هذا الرجل أنه هو المقصود، فيدخل وجهه في ثوبه لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله، ويقول: يا رب إذا أنا خرجت فضيحة، افتضح بين الناس، وإذا أنا بقيت لا ينزل المطر، يا ربي اللهم إنها توبتي فاقبل توبتي يا رب. ويتوب توبة الصادق، وربنا يعلم من هو الصادق في توبته من الكاذب، لأنه يعلم ما في قلبك. ثم بعد ذلك يأتي السحاب من هنا ومن هنا ومن هنا وقليل، وإذا بالأمطار تنزل والناس تشرب. فيقول موسى: يا ربي نزل المطر وما خرج العاصي. فيقول: بذنبه منعتم المطر، وبسبب توبته جاءكم المطر.
يا رب دلني على هذا العاصي الذي كدنا أن نهلك بسببه وأنقذتنا بسببه. قال يا موسى سترته 40 سنة وهو يعصيني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا الله، ما أعظم الله وما أعظم جهلنا بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء، كم على وجه الأرض من كل رحمات الأمهات ورحماتنا نحن الرجال ورحمات الطير والحيوان وغيرها، اجمعها كلها لا تعادل إلا رحمة واحدة من رحمات الله 100، لأن عنده 100 رحمة أنزل واحدة وزعها بين الخلق وأبقى 99 ليرحمنا بها جل جلاله. أبعد هذا يبحث عنا في المواطن التي يحبها الله فلا يجدنا. أين الحياء من الله يا إخوة؟ كلنا عندنا أخطاء وعندنا تقصير، لكن عندنا حظ عظيم أننا نتعامل مع رب رحيم. يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. اطلب الهداية، ما هو تقول ربك غفور رحيم وتنهك بالذنوب، لا، اطلب الهداية. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. اطلبوا الطعام أطعمكم. ما يأتيك الرزق وأنت نائم في بيتك، لابد أن تتعب، فكذلك الهداية لابد أن تتعب من أجلها. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خلاص، جاءك النذير، أرسل الرسل، أنزل الكتب، فتح أبواب التوبة، كل جمعة تذهب إلى بيته لتصلي وتسمع الخطيب. فحرك قلبك، اقبل على ربك. هل تريد أن تعرف أنت تحب الله أو لا؟ تريد أن تعرف؟ أنا أعطيك الجواب. إذا كنت تريد أن تعرف هل أنت تحب الله أو لا، أنا أسألك، أوامره ونواهيه في حياتك هل أنت تعظمها؟ ما رأيك لنا وأقول لك إني والله إني أحبك لكني ما أسمع كلامك؟ هذا حب؟ هذا ليس حب، هذا عبث. إن كنت تحب اسمع كلام الذي تحبه. ولذلك لما جاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا نحب الله، أنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك كل واحد منا يجب أن يفتش في حياته يا أحبة، فتش في كلامك، فتش في علاقاتك، فتش في أموالك، فتش في بيتك، فتش في كل أحوالك. إن كانت كما يحب الله أنت والله ممن يحب الله، وإن كانت على غير ما يحب الله انتبه وارجع. ما زال في العمر فرصة. الله وعد العصاة عندما قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ترى هنا ينادي المشرك، ينادي العاق، ينادي المرابي، ينادي الزاني، ينادي الساحر، ينادي كل المخلوقين كلهم بأي مهما كانت معاصيهم لا تقنط من رحمته. بس ما هو التوبة بعد الموت، التوبة قبل الموت، التوبة قبل الموت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الذين مثلي ومثلك، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذول متى اعترفوا؟ اعترفوا في الدنيا، ما زالت أرواحهم في أجسادهم، فلذلك يغفر الله لهم. لكن يوم القيامة لما يدخل أهل النار النار، تأتي الملائكة إلى أهل النار فيقولون لهم ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم رسول وأنزلت كتب؟ ما جاءكم أحد ينبهكم؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. اعترفوا الآن، صح ولا لا؟ لكن ماذا قال الله لهم؟ قال فسحقا لأصحاب السعير. لماذا؟ لأن الاعتراف لا ينفعك إلا ما دمت حيا، أما بعد الموت ما في عمل.
فيا أحبتي متى سنموت؟ هل أحد ضامن أنه بيعيش 20 سنة قدام؟ البدار ربنا كريم، ربنا رحيم، ربنا لطيف، القرب منه سعادة وحبه أنس وفوز. والله ما خاب عبد تعلق بربه. الله هو الذي يشرح صدرك، الله هو الذي يرزقك، الله هو الذي يشفيك، الله هو الذي يصلح أولادك، الله هو الذي يبارك في عمرك، الله هو الذي يحييك الحياة الطيبة. الله سبحانه وتعالى قال لي ولك أن كل إنسان يرجع إلى الله سوف يحييه الحياة الطيبة. ألا تريد الحياة الطيبة؟ فلنقبل على ربنا وأبشروا بالخير. أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.